بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يا صباح الفل، يا صباح الجمال على الأحلى وأجمل متابعين في الدنيا. النهاردة مش هنطبخ، لكن هنروق وهننضف وهنشقلب الأوضة النوم الكبيرة مع بعض، وهقول لكم ازاي غيرت لون الأوضة من لون، شوفوا يعني من 2010 للون مودرن ل 2025. تمام. هو انا عامه كده كده انا مغيره لون الاوضه يا بنات من 2000، من سنتين ونص تقريبا. تمام. وهقول لكم ازاي غيرت الاوضه واحنا بننضفها مع بعض. تمام. بس اول حاجه هوريكم منظر الاوضه. ده كان منظر الاوضه عامه، اوضه النوم. طبعا احنا يعني ايه النهارده مش هنطبخ، بس يعني روتين نظافه ان شاء الله باذن الله. هنقضي الروتين كله كده في اوضه النوم، وهقول لكم شويه نصايح، وهقول لكم برضو ايه المفروض ايه ما تعملوهوش. تمام. حاجه يعني النصايح اللي المفروض ما تعمليهاش طبعا في اوضه النوم خالص خالص خالص. تمام. احنا هننضفها واحده واحده مع بعض، وهنحكي مع بعض ازاي غيرتها، ازاي غيرت لونها ومرضتش ابيعها. تمام. دي كان منظر الاوضه يا بنات. انا صورته لكم كده كما هو عليه كده. كلنا بنصحى الصبح بنلاقي منظر الاوضه ومنظر البيت بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. تمام. بس احنا بقى ايه هننضفها مع بعض. وبرضه هقولك في الفيديو ازاي تنضفي بدون مجهود، بدون ما تتعبي، بدون ما تزروطي الدنيا. هتنضفي معايا في الفيديو. بصوا بدون بهدوء كده. اول حاجه هبتدي بيها يا بنات، بصوا بنظام كده. اللي انا هعمله الاول ان انا همسك الفرشه بتاعتي كده، اشيل كل الملايات الموجوده على السرير. بس خليكم معايا في الفيديو كده واحنا بننضف. انا مش هزيط الدنيا، مش هشيل السجاد واشيل الفرشه دلوقتي، لا. انا ليه سايبه السجاد؟ لان انا هنزل كل حاجه من على السرير، احطها على الارض الاول، وابتدي انضف السرير واحده واحده وافرشه واسيبه كده مع نفسه. بعد كده ادخل على الشباك وادخل على كل حاجه، بس هتشوفوها معايا في الفيديو. تمام. انا من 3 سنين انا كنت اصلا متجوزه، علشان كنت يعني اتخرجت بدري، يعني اتخرجت قصدي على 22 سنه، يعني على 21، وقعدت سنه وبعدها اتجوزت، لان احنا كنا زمايل في الجامعه مع بعض. تمام. فعلشان ايه بقى ايه كنا يعني ايه زمايل وكده، وكان المفروض نتجوز بدري وكده، وكنا يعني ايه اتجوزنا طلبه صغيرين يعني عامه. فانا ايه كان الامور يعني ايه لحد ما يا بنات كانت الامور مش اللي هي يعني. بس انا الحمد لله على ايامي يعني جهزت جهاز جامد خالص، الحمد لله الحمد لله. اهلي والله جهزوني جهاز جامد. فبس اهلي علشان عملوا فرش لجوزي، يعني بس هو على حسابه. كان عمولة، كنا عاملين عمولة قسط، كنا عاملين اوضتين نوم يا بنات ونيش. تمام. اما هو كان اشترى كان عمل القعدة العربي، كان عاملها عمولة. تمام. وجاب الانتريه من دمياط. اما احنا عملنا اوضتين النوم والنيش عملناهم فين؟ عند عند النجارين عندنا في بلدنا. احنا كان بالقسط يعني، عشان كان لسه الظروف ايه في حالة إيه. طبعا كنا بقى يعني زمايل جامعة وكده، وكانت الدنيا لسه مش اللي هي. ده كان في 2010، انا اتجوزت في 2010. تمام. فطبعا الفرش بتاعنا كان لونه بني يا بنات في بيج. انا كل شقتي اصلا في الاساس كانت كلها بني في بيج، سجاد وستاير وكله، كان كل حاجه بني في بيج. اهم حاجه يا بنات انت مش تزروطي الدنيا في شقتك. اللي انت المفروض تعمليه انك تدخلي لونين بس موجودين في الشقه، لونين بس يا بنات. لون غامق مع لون فاتح، ويكسر اللون الغامق، لون فاتح يكسر لون غامق وبس. ما تدخليش اي الوان تانية. لما طلعت فوق هنا انا كنت متجوزه في الدور الارضي، وحماتي كانت في الدور التاني، واخده جزء يعني من الدور التاني وكانت قاعده فيه. فطبعا يعني لما الحاله الماديه الحمد لله استقرت الى حد ما والامور تمام، سيلفي اتجوز في التالت، وانا المفروض التاني ده بتاعي. فانا ما عملناش اي حاجه إلا لما سيلفي اطمنا عليه وايه وجوزناه والحمد لله وتمام. قلنا بقى نعمل في الشقه بتاعتنا، وحماتي صراحه تعبت وقالت محتاجه تنزل في الدور الارضي. فلما ابتدينا بقى، فانا لما كنا عاملين جمعيات كبيره قوي علشان نوضب شقه هي كانت مصبوبه بس وحيط وصبه، عشان نبتدي في الشقه نوضبها بقى ونبتدي نعمل فيها كل حاجه من البدايه. طبعا كان مجهود
جامد، كم من الفلوس كتير قوي. صراحه ما كنتش عايزه اطلع الشقه خالص الا لما افرشها. بصوا فرش جديد من كله. بس للاسف كل الناس قالوا لي، طبعا حماتي كانت موظفه ومستعجله عايزه تنزل تحت قبل موسم الدراسه، وانا كنت خلاص يعني الفلوس خلصت ومش كنت عارفين نعمل ايه. فنصحوني ناس كبار قالوا لي اطلعي الشقه زي ما هي كده. صراحه والله العظيم ما كنتش عامله إلا المطبخ بس المونتال، وما كنتش عامله اي حاجه خالص، بس فككت الخشب بتاعي. صراحه جوزي قال لي مفيش سيوله خالص ان احنا نجيب فرش جديد. فانا بقى قلت عشان ما نعملش مشاكل وكده، فكرنا ان احنا نودي الفرش بتاعنا الخشب بتاعنا يندهن. فوديت اوضه النوم بتاعتي، اوضه النوم الولاد، كان سريرين ودولاب. هي كان عندي الولاد البنات على السرير والولاد على السرير، انا كنت بنومهم كده. فطبعا انا قلت خلاص هاخدهم كلهم وادهنهم والنيش. فانا قلت اعمل ايه بقى، اللون الاوضه دي يا بنات زي ما انتم شايفينها كده، انا رتبت السرير اهو، لون الاوضه دي كان بني في بيج. فانا قلت ايه، انا هحاول اخلي، طبعا انا عشان الاوضه فوق، الشقه فوق قصدي، كان لونها سيلفر في فيروزي، الالوان اللي انتوا شايفينها دي. فعلشان اخلي الفرش بتاعي يمشي مع لون الشقه، والشقه كلها فاتحه، فخليت عملت دهان فاتح منه، دهان لون مودرن، وفي نفس الوقت لون يمشي مع الشقه بتاعتي، يكون لون فاتحه يعني. فالاوضه النوم ديت صراحه اقسم بالله العظيم واحنا بندهنها، كان الراجل اللي بيدهنها عايز يشتريها باي طريقه، يقول الخشب بتاعها جميل ما شاء الله، مش في منه خالص دلوقتي صراحة يعني. فكان بص بقول له عايزين تشتروها اشتروها منكم الصبح. بس طبعا احنا زي ما قلت لكم ما كانش في فلوس، الفلوس كلها صرفناها في الشقة وتوضيب الشقة وكده. تمام. انا قلت دهنتهم والله، ودهنتهم زي ما انتوا شايفين كده. عملت اوضتي ابيض في جنزيري، واوضه الولاد رصاصي في ابيض، اوضه الولاد. صراحه يعني بص انا مش كنت متوقعه النتيجه مع الفرش مع اللون لما حطيناه في الشقه مع الفواتح، خلى الفرش بتاعي اكنه جديد. والله كان كل حد بيطلع يتفرج على الشقه كان بيقول لي انتي عامله فرش جديد، ما كانش متوقعين ان ده فرش القديم اللي كان لونه بني وكده. وعامه اما رغم اني متجوزه 2010، بس كنت من اول الناس اللي عاملين الدولاب جرار يا بنات. انا من اول الناس اللي عامله الدولاب جرار في المنطقه. تمام. فكنت عامله الدولاب بتاعي جرار، وجراره ساده لان انا ما بحبش الدواليب اللي كان فيها مرايات. يعني بص من احدث كمان الجرارات ان يكون الجرار بتاعك الدولاب بتاعك جرار ساده. تمام يا بنات. فانا كنت عامله دولاب جرار ساده، ده اللي خدمني برضو ان خلى الدولاب اوضه النوم مش شكلها مش قديم، شكل حديث. فما دهنتها صراحه ما شاء الله ما شاء الله يا بنات. فلو انتوا ما فيش امكانيات لحد حب يجدد، والدولاب او الخشب بتاعه عموله وجميل ومودرن في نفس الوقت، واللي خدمني كمان ان انا لونتها ان اوضه النوم نفسها مش الستايل بتاعها القديم. يعني انا كنت مميزه قوي، يعني مختاره جرار، اول الناس اللي عملت جرار من 2010، وكمان من اول الناس يعني اللي انا عملت جرار وعملت دولاب خام ملوش ازاز. الدولاب بتاعتي ما كانش فيها ازاز، كانت ساده. هصوره لكم دلوقتي بعد ما امسحه كده كويس واوريه لكم. كانت الاوضه بتاعتي هاديه ورقيقه، فده خدمني برضو لما لونتها اظهر ان هي مش ستايل قديم. تمام. بصوا يا جماعه انا شوف انا بنضف بصوا الاوضه، مش بهدلت ولا زربطت، بنضف حاجه حاجه. اخلص السرير ادخل على الشباك، او المفروض ادخل على الشباك الاول، اخلص بعد كده الدولاب ادخل على الكومنت. بصوا الدولاب اهو، ده الدولاب بتاعي يا بنات. قولوا لي رايكم في الكومنتات، انا عايزه لايكات كتير عشان تشجعوني، عشان اقول لكم كل حاجات تستفادوا منها في القناه. بصوا اهو كل حاجة قدامكم، انتبهوا بس انتوا معايا في الكلام، وفي نفس الوقت بصوا معايا كده، تابعوني وشوفوا الأوضة كده، وشوفوا شكل الدولاب كان عامل ازاي ما شاء الله. وبرضو هتشوفوا في الآخر آخر ما نخلص خالص نظافة الأوضة. بصوا صراحة الأوضة كانت مطربة شوية، كنت يعني من بعد العيد يعني كنت مشغولة شوية بصراحة نظفتها. تعالوا بقى كده، انا اللي قلت لكم عليه ان انا لونت الأوضة للون مودرن كده والحمد لله. تعالوا بقى شوفوا الكارثة الكبيرة اللي المفروض انتوا ما تعملوهاش في أوض النوم بتاعتكم. الحمام يا بنات، الحمام بتاعي ده المفروض ان احنا عملناه زي سيلفي، يعني نظام الشقة هنا زي سيلفي مع بعض الاختلافات يعني. تمام. الحمام بتاعي هنا ازاز، يعني انا واخده جزء من الاوضه وعاملاه ازاز زي اللي هي ايه كابينه شاور كده، بس هو مش كابينه شاور، هو حمام اصلا، يعني بدل الحيطه
ازاز بس مفتوح من فوق زي ما انتوا شايفين حضراتكم، انا بوريهولكم وانا بمسح اهو. يعني الازاز ده مش واصل لحد السقف قوي، فان انت علشان تعملي حمام وازاز زي ما انتوا شايفين زي كابينه شاور كده ومش مقفول خالص، ده بيخلي فيه ريحه في الاوضه مثلا. ده اول حاجه. ثانيا ان الحمام غير المغلق يا بنات بيجيب طاقه سلبيه في الاوضه. كده انا خلصت الاوضه زي ما انتوا حضراتكم شايفين نضيفه وبقت فله ازاي. وكمان هنزل لكم مقطع من الاوضه بعد ما كنت نضفتها بعد تنظيفات العيد يا بنات. بس رجاء انا بقوله لكم اوعوا يا بنات تعملوا حمام زي ما انا عاملاه كده، لانه كان بيخرج اولا روائح مع ان في شفاط وفي نظافه مهما نضفتي، بس برضو بيبقى في روائح. غير كده انه بيجيب طاقه سلبيه جدا جدا في اوضه النوم يا بنات. فعشان تعملي حمام في اوضه النوم لازم يكون مغلق. احنا لنا حمام كبير في الشقه بس برضو شوفوا الدولاب ما شاء الله ما شاء الله. قولوا لي رايكم في الكومنتات بالله عليكم، ايه رايكم في دهان الاوضه؟ ده كان لون الأوضة ديت بني في بيج، وأنا خليتها باللون ده عشان تمشي مع الشقة. اللي عايز يشوف الشقة أول فيديو ليا نزلته على القناة، كل الشقة متصورة ونازلة على القناة. فأنا برضو بنصحكم بصوا نضفت الحمام ما شاء الله، بس ما صورتوش معاكم عزكم الله. جميل خالص ونضيف اهو. بس يا بنات المشكله اللي عندي في الاوضه ان الحمام بتاعي مش مغلق بالحيط، فلو عايزه تعملي حمام في اوضه النوم خاصه لو عندك ولاد كبار وكده ومحتاجه تعملي حمام في اوضه النوم لازم ابنيه حيط. الحاجه الوحيده يعني يا ريت وتبنى حيط يا بنات واتاخد جزء من الاوضه. انا واخداه زي كابينه شاور واخداه جزء من الاوضه كده. زي ما انتوا حضراتكم شايفين كده. الأوضة بتاعتي عبارة عن جنزيري في أبيض، أو زي ما بتقولوا فسفوري في أبيض. هي جنزيري في أبيض والحيط والسجاد بصوا كل حاجة متناسقة. دايما بحب إن الأوضة أو الشقة بتاعتي تكون عبارة عن لونين بس يا بنات، حيط وحيط وكل حاجة لونين. ما بحبش الزروطة أو الألوان الكتير لأنها بتتعب نفسيتي الصراحة يعني. والنظافة جدا جدا يعني حتى المكان مش نظيف بيوترني وبيتعب نفسيتي. فأنا دايما في حياتي كلها يعني تحت كان كل حاجة بني في بيج، كل حاجة حتى المطبخ. فوق خليت كل حاجة فيروزي في سيلفر، وكل حاجة كانت جنزيري في سيلفر وفيروزي في سيلفر. قولوا لي بالله عليك عايزه لايكات كتير، وقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات بعد ما خلصت الاوضه خلص ونضفتها بذكاء وبتمني كده. انا رشيتها كده معطر وهديت الاضاءه فيها عشان لو فيها دبانه تطلع. ده بقى مقطع يا بنات من تصوير الاوضه بعد كان تنظيفات العيد، حبيت انزله لكم برضو يا بنات. اللي حابه اقوله لكم ان انتوا بتحبوا تنضفوا بذكاء، ما تبهدلوش الدنيا عشان تحافظوا على كل حاجه موجوده والاساس وكل حاجه. تاني حاجه يا بنات انكم لو الفرش بتاعكم جميل وكويس وفي نفس الوقت ستايل يعني وخشبه حلو ما يعني مش تجددوه. لان والله العظيم اشتريت اوضه للبنات من دمياط بالشيء الفلاني قسما بالله العظيم فرشه اهو من 2010. الاوضه اتكسرت حته حته، اوضه البنات اتبهدلت عندي حته حته يا بنات والله العظيم. يعني انا مبسوطه الحمد لله بفرش كده، وربنا يعيننا ان شاء الله قدام لو قدرنا نغير. بس انا والله العظيم مش هتخلى عن الفرش ده، حتى لو هغير هجدد مش هبيعه ولا هتخلى عنه. النصيحه الاخيره يا بنات اوعوا تعملوا الحمام زي ما انا عاملاه كده لان اتندمت جدا. اقفلوه حيط اعملي حمام بس اقفلي حيط، ما تعمليش زي ما انا عامله كده بالظبط. كده الاوضه خلصت معانا. ده مقطع الاخير ده انا كنت مصوراه من تنظيفات البيت كان عندي على القناه وقلت انزله لكم. تمام. قولوا لي بقى ايه رايكم في الكومنتات في الاوضه وفي اللون وفي النظافه وفي كل حاجه. بالله عليكم ما تبخلوش عليا باللايكات، وقولوا لي رايكم في لون الاوضه، هل هو جميل ولا لا، هل انا فعلا عملت حاجه كويسه ولا لا. تمام. بالله عليكم لايكات كتير، وما تنسوش بقى تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام في الكومنتات. وبصوا شوفوا ايه رايكم في اوضه النوم. يعني صراحه هي انا مش هصورها تاني، انا مش مكنتش مرجحه ان انا اصورها والله، بس انا قلت اوريكم يعني برضو عشان تستفادوا. لو انت حد عنده اوضه نوم برضو خشبها كويس وعموله ما تستغنيش عنها يا بنات، ما تبيعيهاش. لان دلوقتي كل الخشب وكل اوض النوم دلوقتي مغشوشين، مش عباره عن خشب زي زمان. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يعني ربنا يبارك يا رب فيها. والحمد لله. بصوا ايه رايكم كده في الشكل النهائي واللوك النهائي للاوضه. ما شاء الله نظفت كل حاجه بترتيب، ما بهدلتش الدنيا يا بنات، ما بهدلتش الدنيا بجد. نظفت كل حاجه واحده واحده. بمسك الدولاب اخلص الدولاب ادخل على السرير اخلص السرير، كنت بمسك كل حاجه واحده واحده.
وبرده غسلت الحمام بس ما صورتوش معاكم. تمام زي ما قلت لكم كده. يلا لايكات كتير، ولو كنتوا عايزين ان انا اصور لكم اوض تانية واعمل لكم روتين تاني في الشقه، قولوا لي في الكومنتات عشان انزل لكم ان شاء الله روتينات تانية. واستنوني في فيديو جديد وروتين جديد باذن الله. والسلام عليكم.